مساء الخير على الجميع. اليوم أتكلم في موضوع خطير، موضوع الأخ عبد الرحمن اللي عنده يمثل ستاند اوف كوميدي، اللي طبعا هذا بمفهوم الفن انه يمثل بروحه عشان يضحك الناس. فالاسلوب هذا رخيص، وبعدين ارخص لما انت تتكلم عن قطر كمساحة وعدد سكان، انه والله عدد سكان قطر شوي ومساحته اخلصها في 7 دقائق. ترى يعني قطر اي نعم صغيرة بالمساحة وعدد السكان، لكن كبيرة بإنجازاتها، كبيرة بعطائها، كبيرة بالتطور السريع اللي قاعد يصير بقيادة سمو الأمير الله يحفظه. يا أخي عبد الرحمن، إذا بتطنز أو بتضحك الناس على قطر، أنا من رأيي أنت أول شيء تتكلم عن نفسك، لأن أنت إنسان ما عندك كاريزما عشان تتكلم وعشان تضحك الناس. يعني أنت شكلك أصلا مضحك، فلا تضحك الناس على قطر. قطر تاج على راسك وعلى راس أشكالك، فرجاء ابعد عن قطر. قطر خط أحمر، لا أنت ولا 10 منك تطنز على قطر. ترى هذا انذار، وأنا أقول لك وبرد عليك رد أقبح من هذا. المهم أنا بقول لك شيء واحد، أنت الحين تكلمت عن قطر، لكن أنا لازم أقول لك شيء. أنت قطر مو بطوفة هبيطة، أنت اللي هابط ومستواك هابط. هذا الأسلوب من الفن، تتكلم تنتقد في أمور ثانية في المجتمع، في المجتمعات العربية، بس ما لك حق تتكلم عن دولة. أنا أقول لك انتبه، واعتذارك في دوحة لايف غير مقبول وغير مبرر. ابعث لنا العمل كامل من غير مونتاج وهنشوف. أنت مو صادق، أنت كذاب. لكن أنا أقول لك أنا احترم نفسك، علشان والله ما صدق، أنا ما أتوقع أن احنا نحترمك، لأنك أنت لسان أسلوبك سوقي جدا ورخيص، وقطر أكبر منك وأكبر من حجمك. أنا ما بغيت أرد عليك، لكن كثير من الناس قالوا يرد عليه، برد قلوبنا. فرجاء هالمرة احنا بنعطيك بس انذار، وهذا انذار لأنك وقح. فأنا ما أبي أطول معاك، لأن ما تستحق حتى أن احنا نشارك على حسابنا. انتبه، هذه قطر أغلى منك وأغلى من أمثالك، وانتبه حق نفسك، وتاج على راسك وعلى راس اللي تعرفهم، اللي ضحكتم الخبسة الشواذ اللي قاعدين. انتبه يا عبد الرحمن.